السلام عليكم خوتي خواتاتي احبتي في الله اللي داخل الوطن وخارج الوطن. جيت نشارك معكم الطعام ديالنا بالفصه، كنسميوه حنا الشلوح باي فنوزن. هنا هذا هو الطعام اللي كنت شاركت معكم اللي بركشت، هو هذا. بسم الله على بركه الله. ضروري كنشللوه. كنحيدو له الماء ونقلبو في القصعه يشرب وردو للكسكاس. اللي ما يعرفش يتحكم فيه في يدو يدير الصفايه. غنخليه دابا واحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه نلقاه شرب الماء اللي شللتو به ونرميه فوق. نشوفوا الطعام ديالنا واش شرب. ها هو تبارك الله شرب الماء اللي باش شللناه. نحركو مزيان وغنعمر الكسكاس. بسم الله. مازال ان شاء الله غادي نشارك معكم الطعام ديال الشعير بالبصاره ديال الجنباله. طريقه ديال سحاب ازيلال. المهم بعد ما يفور ونرجعوا باش تشوفونا كنعاودوا له ان شاء الله. بعد ما تفور الطعام ديالي التفويره الاولى. بسم الله. نحلو بعدا يبرد باش نلقى نرمي له الماء. طيب عادي، غير حتى التفويره التاليه اللي غادي تشوفوا اش غنديروا ليه. تيبرد شويه عاد نزيد نرمي له الماء. نزيد الماء ديالي الماء. بسم الله. تبارك الله على واحد الريحه كتشهي طالعه منه، حاجه ديال اللي النيت راه ما كانش بحالها. كيسخن. نزيد واحد الرشيشه. غنخليوه حتى يشرب ونرجعو باش نردوه يفور المره الثانيه. دابا غادي نرد
الطعام بعد ما راه شرب الماء تبارك الله. ها هو بسم الله. دابا غادي نردو يفور ونتلاقاو ان شاء الله في التصويره التاليه الاخيره ان شاء الله باش نرميو فيه الفصال اللي انا قلت لكم. غادي تشوفوا الطريقه، غادي نقردها دابا قدامكم ونوجدها على ما يفور. شوفوا الطريقه كيفاش غادي يجي. جيت دابا باش نقرد معكم الفصه اللي غادي ندير في الطعام. المهم الفصه راه كلشي كيعرفها، خصها تقطع مزيان. هكا غادي نقطعها كامله باش ما يطولش الفيديو، حيت نسالي ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الفصه مقرده. ها هي الفصه بعد ما قردتها. دابا غادي ندير مع هاد 2 بصلات خضريات حتى هما غادي نقطعهم من رقاق بزاف. المهم وغادي نشاركهم مع الفصه. هي البصله تقردات رقيقه، غنزيدها على الفصه. المهم بعد ما طاب الطعام غادي هذه التفويره الاخيره ديالو. هانتوما معنا، يا بسم الله على بركه الله. دابا غادي ندير الملحه باش نرش الماء والملحه راه المهم عندنا ميزاننا، ما نملحوهاش ما نخليوهاش مسوس. بسم الله. باقي سخون. دابا غادي نخليه حتى يشرب الماء وتذوب المليحه اللي درنا، ونرجعوا باش تشوفوا كيفاش غادي ندير لهاد الخضوره. هاني دابا جيت باش نشارك معكم الطريقه. عندي هنا الكمون، كيكون الكمون بالزيت والبزار، ما عنديش الحار، واللي كيبغي الحار يديرو، اصلا هو كيكون زوين بالحار. راني بدلت الكسعه تبارك الله الطعام حيت تنفخ، ما كفاتنيش الكسعه الاولى. بسم الله على بركه الله. ايوا هذا هو الفانوس ديالنا. بسم الله. نحاول هكا نخلط حتى كندخل هاد البصله الخضاريه
والفصا كندخلهم في الطعام، عاد نردوه ونزيد زيت العود ونردوه يفور. غادي ندير زيت العود، وراه كيبغي الزيت بزاف. بسم الله. والملحه كندوقو، الا خاصها الملحه كنزيدوها. المهم غنردوها تفور. نقدر ندير 2 كساكس في التفوار، ما غاديش يكفيني هاد الكسكاس، ما غاديش يدي لي الطعام ديالي كله. غنفور النص ونعاود نرجع نفور النص الثاني باش تاخد كلها حقها في الطياب. انا نرمي هاد النص ونخلي النص الاخر غنغطيه ونخليه حتى يطيب. هذا نخويه في الكسعه ونرجع نعاود نرمي هاد الاخر. على بركه الله. خوتي خواتاتي، هذا هو الكسعه ديالنا ديال الطعام اللي درناه بالفصه. كيجي هكا، ما كنسقيوه ما حتى شي حاجه، اصلا هو كيهضر على راسو، كيتكال هكا. تبارك الله، راه شابع الزيت. الكمون البزار درت غير شويه لان ما كان اللي ما كيبغيش الحار، اللي كيبغي الحار يزيدوا الحار، راه يزيد له نكهه اخرى. والزيت راه حنا درنا اللي قد استطاعتنا. راكم كتعرفوا هذا العام زيت العود راه تبارك الله راه دايره الثمن. وشهيه طيبه للجميع، ونتمنى تشاهدوا الفيديو ديالي وتعملوا التعاليق ديالكم الزوينه ولي لايك. جزاكم الله الف خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.